أخبار تونس: إنجاز المشاريع المعطلة في تونس واختصار الإجراءات. استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد عصر يوم الخميس 2 جانفي سنة 2025 بقصر قرطاج السيد كمال المدوري رئيس الحكومة، وتناول هذا اللقاء سير العمل الحكومي وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، كما شدد رئيس الدولة التونسية على ضرورة اختصار الإجراءات لإنجاز المشاريع المعطلة، فالأموال المرصودة والإنجازات غير مكتملة أو مفقودة بحجة احترام الإجراءات، فمن غير المقبول أن يستغرق الرد على مراسلة أشهر، في حين أن تونس في سباق ضد الساعة، وكل دقيقة تمر دون أي إنجاز هي إضاعة للوقت وتأجيل غير مقبول لانتظارات المواطنين المشروعة. وأكد رئيس الجمهورية التونسية على أن تونس قادرة على استنباط حلول جديدة تقطع نهائيا مع ما تراكم من آلام الماضي، وتشرق مع حلول السنة الجديدة آفاق يشع فيها الأمل، وتكون بالفعل انطلاقة ثابتة للعبور المنشود. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية جندوبة عن تسجيل تقدم كبير في نسبة البذر، وذلك على إثر زيارات ميدانية قامت بها مصالحها لعدة مناطق على غرار سوق السبت وجندوبة ووادي ميليز وغار الدماء. وأكدت المندوبية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك الخميس 2 جانفي أن عملية البذر ما زالت متواصلة، داعية الفلاحين الذين بلغت مرحلة الحبوب إلى 3 أوراق بالتسريع بنثر القسط الأول من مادة الأمونيتر، وكذلك مراقبة حقولهم لمعرفة الأعشاب الضارة بها للتدخل في الإبان. كما دعت جميع الفلاحين للاتصال بأقرب خلية للإرشاد الفلاحي أو دائرة الإنتاج النباتي في صورة وجود أي إشكال. القيروان: تدشين جسرين على وادي الفايض بالطريق الجهوية، يمتد المشروع على طول 930 متر. دوز قبلي: انتهاء أشغال مستوصف دوز الغربي. درة البحيرة: المدينة الذكية الجديدة التي ستقام في البحيرة تونس. المشروع